اهلا بيكم في حلقه جديده من فيلم جديد، وحلقتنا النهارده من فيلم الدراما والرومانسيه اكس واي. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتش، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. نيثان طفل عنده 9 سنين، بيقول انه بيشوف الكلام مع الناس عن اي حاجه غير الرياضيات حاجه صعبه، وكان بيخاف يعبر عن افكاره وشايف نفسه مختلف عن باقي الناس. كان في دكتور بيحاول يلعب مع نيثان، بس نيثان ما كانش مديله اهتمام، لأن نيثان كان بيحب التركيز على الأنماط أكتر من الألعاب. الدكتور بيقول لعيلة نيثان إنه مصاب بالتوحد. أبو نيثان بيشجعه وبيقول له إنه بيحبه وبيحب اختلافه عن بقية الناس. وهو بيتكلم معاه أبوه ما خدش باله من العربية اللي كانت جاية ناحيته، فخبطت فيه وقلبت له العربية. جولي أم نيثان جريت عليهم بسرعة، بس نيثان هو اللي عاش بعد الحادثة. نيثان راح مع جولي عشان يحضروا جنازة أبوه. بعد موت أبوه نيثان جات له صدمة وبقى منعزل أكتر من الأول. وهم في الجنازة فجأة ساب إيد أمه وجري منها. لما كان نيثان بيحل معادلات رياضية في كراسته، جولي دخلت أوضته وسألته أنت بتعمل إيه؟ وعرضت عليه المساعدة، بس هو قال لها إنها مش هتقدر لأنها مش ذكية كفاية. لما جولي فهمت إنها مش هتعرف تطور مهارات نيثان الحسابية، طلعته من المدرسة الابتدائية ودخلته مدرسة ثانوي، وهناك بيتصاحب على مدرس الرياضيات مستر هومفريز اللي بيلاحظ موهبة نيثان في الرياضيات. عشان كده ناظر المدرسة بيعرض على نيثان إن هومفريز يديله دروس خصوصية متقدمة في الرياضيات. نيثان ومدرسه كانوا قاعدين في الممر، وفجأة نيثان بيسأله بيقول له أنت ليه مش عارف تمشي بشكل سليم؟ المدرس كان عنده تصلب في أعصاب رجله، عشان كده بيرد على نيثان بعنف وبيقول له أنت ليه غريب كده؟ بس نيثان بيقول له إنه أبوه قال له إنه عنده قدرات خاصة. بيبدأوا أول دروسهم درس الاحتمالات. نيثان بيسأل هومفريز عن أولمبيات الرياضيات بتبقى عاملة إزاي، بس هومفريز بيطلب منه يركز في المسألة. لما نيثان بيروح البيت بيقرأ كتاب عن الأولمبياد الدولية للرياضيات، وبيعرف إنها مسابقة ليها وزنها بين طلاب المرحلة الثانوية. نيثان بيبتدي يفكر فيها ويحلم إنه ينافس فيها. جولي كانت بتحاول تساعده بكل اللي تقدر عليه. بتعدي السنين ودلوقتي نيثان بقى عنده 15 سنة. جولي بتحضره إنه يروح اختبار القبول في الأولمبياد، وبتقوله إنها مش هتزعل منه لو ما تقبلش في فريق الأولمبياد. بس أولمبياد الرياضيات كانت كل حاجة بالنسبة لنيثان. هومفريز بيدي نيثان الامتحان وبيقول له إنه عبقري واللي الامتحان ده مش هياخد في إيده غلوة. نيثان بيبتدي يحل الامتحان وبيغلط غلطات بسيطة. الامتحان بيخلص والنتيجة هتتعرف بعد أسبوع. هومفريز بيقول لنيثان ما يقلقش، لأن حتى لو مبقاش في فريق الأولمبياد فهو هيحقق إنجازات عظيمة في المستقبل. جولي بتطلب أكل نيثان وبتحاول تشرح للكاشير يديها 7 كور جمبري، وإنه بالنسبة لابنها لازم يكون عدد أولي، بس الكاشير ما بياخدش كلامها بجد وبيفتكرها بتهزر. لما نيثان لقى كور الجمبري في وسطها شرايح بطاطس مقلية بيتضايق من أمه وبيقول لها إن كل حاجة هي بتعملها غلط. أمه زعقت له فقعد ساكت. بنرجع للماضي وبنشوف نيثان وأبوه وهم قاعدين بيتعشوا سوا، وأبوه بيقول له إنه بيحبه زي ما هو كده من غير شروط، وبيمسك الكاتشب وبيبتدي يهزر معاه بيه. أبو نيثان كان مثله الأعلى. بنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف هومفريز وهو جايب أخبار جديدة لنيثان، وبيقرأ الجواب بصوت عالي واللي كان مكتوب فيه إن نيثان اتقبل في الفريق البريطاني للأولمبياد، وإن الأولمبياد هتتعمل في تايوان. جولي وهومفريز كانوا فرحانين جدا. نيثان كان فرحان برضه بس ما كانش مبين فرحته. هومفريز بيعترف لجولي إنه اتفصل من المدرسة بس كان عاوز يكمل دروسه مع نيثان. نيثان كان بيتجسس عليهم من شباك اوضته ومن غير ما يقصد بيوقع التلسكوب بتاعه عليهم. هومفريز بيتحرج ويمشي. امه كانت قلقانه انه يفهم الموضوع غلط، عشان كده بتحاول تشرح له. بتقول له انها وحيده وانها ما بتصدق تلاقي حد تتكلم معاه، وبتروح تقعد في حطام العربيه بتاعتهم وبتعيط. بنرجع للماضي تاني وبنشوف نيثان وابوه وهما بيلعبوا بشمع عيد الميلاد وبيرسموا بيه ارقام اوليه في الهواء. ساعتها جولي نادت على نيثان عشان يغير الميه بتاعت سمكته. كانت غيرانة من أبوه اللي كان أقرب لنيثان منها. نيثان بيركز مع السمكة وبينسى المية مفتوحة. جولي بتحاول تقفل المية بس تتزحلق على الأرض. نيثان سابها ومشي. جولي بتعيط عشان نيثان بيعاملها ببرود. بنرجع تاني للحاضر. هومفريز بيجيب لنيثان مجموعة براجل وبيوصلوا لي المطار، وفي طريقهم كان نيثان بيقرأ كتاب عن اللغة الصينية. وفي المحطة نيثان بيقابل المشرف بتاعه في الرحلة دي ريتشارد، وبعد ما بيودع جولي وهومفريز بيتعرف على فريقه. نيثان بيتعرف على آيزيك الطالب المغرور، وبيتعرف على بقية زمايله في الفريق اللي كانوا متكلمين جدا. بعدها نيثان و15 من زمايله في الفريق بيتجهوا لمعسكر الرياضيات، على الرغم ان عددهم كان 16 بس. 6 منهم بس هم اللي هيتم اختيارهم لأولمبياد الرياضيات.
ريتشارد بيشجعهم انهم يبذلوا اقصى جهدهم عشان يفوزوا ضد الطلبه الصينيين اللي كانوا بيكسبوا الاولمبياد بقالهم كذا دوره. وهم راكبين في الطياره لتايوان، في بنت بتتكلم مع نيثان وبتقول له باختصار انه مش اغرب واحد في المكان ده ولا احسن واحد في الرياضيات، وانه متوسط بينهم، والكلمه دي رنت في ودانه. بيوصلوا المعسكر الرياضيات اللي هيقعدوا فيه لمده اسبوعين. الطلاب التايوانيين ما كانوش شاطرين قوي، عشان كده التحدي الوحيد قدام الفريق البريطاني هو الفريق الصيني. بيدخلوا فصل الصينيين. ريتشارد كان عارف المشرف بتاعهم كويس. المشرف بيقرر انه يضم الفريق الصيني والفريق البريطاني سوا عشان يتعلموا من بعض. نيثان انضم البنت من الفريق الصيني اسمها تشانج، وبسبب مشاكله الانعزاليه ما كانش مرتاح وهو بيعرف نفسه. وبالليل الفريق الصيني والفريق البريطاني بيقعدوا يتعشوا سوا. تشانج بتوري نيثان ازاي يستخدم عصيان الاكل. بعدها بيروحوا على المعسكر سوا، وكانوا هما الاتنين محرجين من بعض لغايه ما تشانج بتحاول ترفع الحرج ما بينهم وبتساله وبتطمن عليه. بيرد عليها بالصيني، فانبهرت بيه انه علم نفسه صيني من كتاب. لما وصلوا اوضتهم اللي كان هيقعد فيها نيثان مع زميله لوك، هما الاتنين كانوا متضايقين من شباك الاوضه اللي ما كانش متناسق. بعدها نيثان حط حاجاته في الأوضة. أمه اتصلت بيه بس هو كنسل عليها، واتصل بهومفريز وقال له إن كل اللي معاه أذكى منه. هومفريز بيقول له إنه هيقعد هناك 14 يوم، و14 هو رقم موجب، ودي إشارة إنه لازم يفكر بإيجابية. هومفريز كان بيحاول يخفف توتر نيثان عن طريق إنه يسأله مسائل رياضية لغاية ما لوك رجع، بس لوك ونيثان ما اتكلموش كتير مع بعض. أثناء الدرس ريتشارد بيسأل نيثان سؤال بس نيثان ما جاوبش. ريتشارد بيقول على نيثان انه بيعقد اجاباته اكتر من اللازم، وانه المفروض يتخطى النقطه دي لو كان عايز يمثل بريطانيا في الاولمبياد. جولي بتدعو هومفريز للبيت عشان يعلمها رياضيات وعشان يأنسها في وحدتها، وبتقول له انها لو بقت شاطره في الرياضيات نيثان هيغير رايه فيها وهيحب يتكلم معاها. نيثان بيشوف البنت اللي قابلها في الطياره بتعزف بيانو، وبتعلمه شويه نغمات على البيانو، وبتقول له ان الموسيقى عامله شبه الرياضيات. على الرغم ان نيثان عمره ما عزف بيانو قبل كده، قدر يعزف النغمات اللي علمتها له بمهاره. لما كان نيثان وتشانج ماشيين في الجنينه، نيثان بيعترف لها انه بيكره التغيير بس بيحب المكان ده بسبب مهاره الصينيين في الرياضيات. ولما بيقعدوا نيثان بيفتح اللانش بوكس بتاعه فبيلاقي فيه 8 كور جمبري، فبيتضايق لانه مش رقم اولي. تشانج بتاكل واحده منهم عشان تحلله مشكلته. ريتشارد بيسأل سؤال عن نمط الكوتشينه وبيطلب من نيثان انه يطلع على السبوره يجاوب. تشانج بتشجعه يطلع وبيجاوب السؤال صح، وكل الطلبه بيسقفوا له، واخيرا بيتغلب على مشكله الخجل اللي عنده وشخصيته بتبتدي تكبر معاه. هومفريز بيحضر اجتماع بيعبر فيه عن مشاكله. هو بيحب جولي بس كان خايف لو ارتبط بيها ما يقدرش يساعدها ويكون حمل زياده عليها بسبب مشاكله الصحيه والتصلب اللي في رجليه. بعد درس الرياضيات تشانج بتوري نيثان اللعبه اللي كانت متعوده تلعبها لما كانت صغيره. بعدها بيتكلموا مع بعض ونيثان بيعبر لها عن قلقه من امتحان الاولمبياد، بس هي بتقول له ما يقلقش لان هما الاتنين هينجحوا، واثناء التبادل الثقافي بتاعهم هتفضل مع نيثان. تشانج ونيثان كانوا معجبين ببعض وبيتعودوا على بعض اكتر يوم ورا التاني. بيجي يوم الامتحان والطلبه البريطانيين والصينيين بياخدوا الامتحان في نفس الفصل. الاشخاص اصحاب اعلى 6 نتائج من الفريقين هيتم اختيارهم انهم يمثلوا بلادهم في الاولمبياد. نيثان كان متوتر لما الامتحان ابتدى، وكان الصوت حواليه بيمنعه من التركيز في الامتحان. بعد الامتحان تشانج بتروح لنيثان وبيعترف لها انه حل وحش. ريتشارد بيعلن عن اعلى 5 درجات في الامتحان وبينافس على المركز السادس 1 من 2، نيثان ولوك، بس نيثان بيفوز بالمركز السادس بفرق درجة واحدة بس. الفريق البريطاني هيستضيف الفريق الصيني في بلده وهينافسوا على لقب الأولمبياد، عشان كده بيسافر نيثان وزمايله من تايوان. ريتشارد بيقول لنيثان إن مهارته في الرياضيات تستحق الإعجاب، بس كان اللي قلقه منه إنه غير متوقع ومستواه غير ثابت، وبيقول له إن كل اللي نيثان محتاجه عشان يكسب ميدالية ذهبية هو إنه يفضل مركز. الفريق الصيني والفريق البريطاني بيوصلوا انجلترا. جولي وهومفريز بيرحبوا بتشانج ونيثان وبيشغلوا له القطر اللعبه بتاعه عشان يعملوا له مفاجاه، بس نيثان بيتضايق من الحركه دي. نيثان بيبعد عنهم وبيقعد في اوضه لوحده، بس امه كانت ورا باب الاوضه بتحاول تهديه. جولي بتساله عن تشانج وبتعرف انه معجب بيها بس ما كانش عارف ده معناه ايه. جولي بتقول له انه ممكن يكون بيحب تشانج زي ما بيحب الرياضيات. نيثان وتشانج بيناموا في اوضه واحده. تشانج بتعرف ان نيثان فقد والده في حادثه عربيه وكانت متعاطفه معاه لانها عارفه قد ايه شيء مؤلم ان شخص يفقد حد عزيز عليه، وعشان نيثان يفهم قصدها بيبحث عن معادله الحب. جولي ونيثان وتشانج بيوصلوا لجامعه كامبريدج، المكان اللي هيتنافس فيه نيثان وتشانج في اولمبياد الرياضيات. على الرغم من تحفظات نيثان
تشانج بتمسك ايديه وبيطلعوا السلم سوا. ريتشارد بيفرج فريقه على المكان وبيقول لهم ان ده اعظم مكان يتعلموا فيه رياضيات، وبيطلب من فريقه انهم يرفعوا راسه. اولمبياد الرياضيات الدوليه في دورتها ال59 بتبدا، والفرق من جميع انحاء العالم بيبتدوا يقدموا نفسهم. بعد مجموعه من المقدمات تشانج ما كانتش عارفه تنام، عشان كده بتروح لاوضه نيثان وهو بيدعوها انها تقعد معاه في الاوضه، وكانت لما بتحاول تقرب من نيثان بيبعد عنها، بس بعد كده اتعود على وجودها وما بقاش يبعد. تاني يوم المشرف بتاع تشانج اللي كان عمها في نفس الوقت بيدخل الأوضة بتاعت نيثان وبيشوفهم نايمين جنب بعض. اتعصب عليها وسألها إن كانوا مرتبطين ببعض، وبيلومها على إنها سايبة مذاكرتها وقاعدة مع ولد، بس هي بتصرخ في وشه وبتسيبه وتمشي. تشانج ما كانتش عايزة تقعد في كامبريدج عشان خالها كان شايف إنها ما تستحقش المكان ده. نيثان بينصحها تستنى لحد نهاية المسابقة. تشانج بتعترف له إنها بتحبه، بس بتقرر إنها تمشي وتسيب كامبريدج. يوم المسابقة جه ونيثان كان في طريقه للأولمبياد. البنت اللي قابلته في الطيارة بتقرب منه وبتعتذر له عشان هي اللي قالت لعم تشانج عليه هو وتشانج، وهي المسؤولة عن اللي حصل ليهم. مسابقة الرياضيات كانت هتبدأ وكل الناس كانت متوترة. هومفريز كان واحد من الممتحنين. ريتشارد بيعلن بدء الامتحان. مدة الامتحان 4 ساعات ونص. لما نيثان بيبتدي يحل، أقل الأصوات زي صوت بري القلم أو طرقعة الصوابع على الديسك كانت بتشتته. حتى ذكرياته مع ابوه مع تشانج وذكريات الحادثه كانت بتيجي على باله وتشتته وهو بيحل، لغايه ما بيحس انه مش مركز خالص فبيطلع بره اوضه الامتحان. هومفريز بيقفل الباب ورا منه وبيمنع ريتشارد من انه يوصل له. هومفريز بيعتذر لجولي انه ما وقفش نيثان، بس هو كان مصدق انه كان بيعمل حاجه اهم بالنسبه له. جولي بتقول له مفيش مشكله وبتجري ورا نيثان وبتلاقيه قاعد في كافيه، وبيقول لها ان تشانج اعترفت له انها بتحبه. نيثان ما كانش عارف يفهم مشاعره ناحيه تشانج، بس كان عارف ان عقله بيفكر بشكل مختلف وجسمه بيحس بالدفى وهو معاها. جولي بتشرح له معنى الحب عشان تساعده يفهم مشاعره. نيثان بيتكلم عن ابوه لاول مره وبيقول انه لما بيفتكره بيتوجع. جولي بتهزر معاه بنفس الطريقه اللي كان ابوه بيهزر بيها. نيثان بيتجاوب معاها وبتحضنه، وكانت مبسوطه انه اخيرا بيتكلم معاها. نيثان وجولي بيركبوا العربيه عشان يلحقوا تشانج، بس دي كانت اول مره تقعد فيها جولي في الكرسي اللي قدام من ساعة وفاة أبوه. نيثان كان ابتدى يتعافى من الصدمة. نيثان بيمسك إيد أمه وبينطلقوا سوا. نيثان عمره ما حب حاجة أكتر من الرياضيات، بس تشانج غيرته. ودي كانت نهاية الفيلم. تفتكر فعلا إن الحب قادر يغير الإنسان للأفضل؟ قول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتش، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد.